خوتي السلام عليكم، تحياتي لكم، نهار مبارك طيب، وكما العادة نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. أحبكم في الله. خوتي ما تنساوش دعموا القناة ديالكم باللايكات، واللي مشتركش في القناة يشترك باش دائما يبقى يوصل الجديد. مرحبا بكم في قناة الزريفي اللي هي معروفة بشكشبة كله على ريو. أحبكم في الله. جبتكم أخبار جديدة. بزاف ديال الناس يعني كيطيحوا في هاد الظروف ديال المرا كتزيدوا في المغرب، وكذلك غادي نجاوب واحد الاخت اللي راجله باغي يدفع تجمع وما ربما يعني فهمت الموضوع. المهم غادي نحاول نجاوبها. وتحياتي للمتتبعين، وسمحوا لي يا اخوتي الا ما كنتش يعني كنجاوبكم بعض المرات، يعني ما كيكونش وقت. الموضوع اخوتي كيهم بزاف، لان بزاف ديال الاخوان كيطيحوا في هذا المشكل هذا. كتمشي المراه للمغرب كتولد ما كيعرف ما يدير، كيولي تالف. بزاف منهم يعني كيتسرعوا كيديروا شي حوايج يعني ماشي قانونيين، ومن بعد كيطيح في مشاكل. هنا غادي نوضحوا فيهم، يعني كاين ثلاثه ديال الحلول اللي غادي نحاول نوضحهم لكم. هادشي يعني ماشي، يعني هادشي اصلا حاليا عايشينه. يعني سيمانه كنجري على شي ورق. اليوم كانت يعني عند واحد الجلسه مع جوج ديال المحاميين بحكم يعني مشارك في واحد الجمعيه، وراونا الحلول الحمد لله. وعلاش لا يعني ما نشتركاش مع المتتبعين ديالي يعني باش يستافد منا المهاجر، يعني بزاف اللي كيهمو الامر. الا كيهمك الامر يعني اشترك في القناه باش دائما يبقى يوصلك الجديد. احبكم في الله. بالنسبه للاخت اللي يعني كتبت في الكومونتير قالت لك اودي واش ضروري الانسان الا بغى يدفع تجمع العائلي واش خاصو عام ديال الخدمه؟ القضيه ديال العام ديال الخدمه ماشي يعني خاصك تدفع 12 النومينه، الا يعني عام ديال الخدمه باش كيطلبوا لك الرينتا، يعني الرينتا ديال العام باش تدفع جروباسيون فاميليار، يعني النومينه ديال 6 الشهور، يعني 6 ديال النومينات. وعلى حسب العائله، على حسب يعني كاين جوج دراري، كاين مرا، يعني كاين مرا ما عندهاش الدراري، يعني على حسب كيفاش انت غادي تدفع ولا انت غادي تدفع الراجل. هما كيطلبوا الرينتا، يعني الرينتا بطبيعه الحال كتكون ديال العام، شحال المصور شحال المدخول في ذاك العام دخلتي فيه. هذا هو القصد بالعام. بالنسبه للدفوع يعني كتكون 6 ديال النومينات. الا كنت غتدفع في 2021 يعني دائما كيطلبوا لك يعني الرينتا ديال 2020. نتمنى من الله تكون فهمت الموضوع. خوتي غادي ندخلوا في الموضوع ديال الناس اللي كتكون يعني ظروف. كاين من بزاف ديال الاخوان اللي كتكون عنده الزياده على 7 شهور. كذلك كاين يعني بزاف ديال الحوايج كيوقعوا يعني مفاجات. انت كتولد ديك المره في المغرب كتولي شاد في راسك، ما عارف لا ما تقدم لا ما تاخر. جبت لكم اخبار جديده وقانونيه وصحيحه 100%. لان هادشي ماشي كنقولوا من راسنا، لان محاميين يعني هما اللي عارفين، يعني خدامين الاستراخيريه هما اللي عارفين هادشي ديال المهاجرين وعارفين هادشي ديال القانون. بحكم يعني سيمانه وانا كنجري، ولكن اليوم عاد عرفت بالضبط اشنو باغي ندير. نمشيو للموضوع، يعني الحل الاول اللي هو فيه واحد شويه ديال التعب، ولكن من بعد يعني كترتاح. بالنسبه للاخوان، الا زيدتك المراه في المغرب ولا انت اختي زيدتي في المغرب، اول شيء ملي هادي الا ما عندكش الجنسيه، كنهضروا على الناس اللي ما عندهمش الجنسيه. اللي عنده جنسيه خلاص هذاك راه حل واحد اخر. طبيعه الحال الراجل كيكون خدام، يعني مشات المراه ولدتو في المغرب يعني كيكون هو خدام هنا، ولا كيتخلص باخا ميديكا ولا بارو. يعني هاد الحوايج كاملين كيطلبوهم. هادي الاولى. باش غادي تدفع جروباسيون فاميليار، يعني غادي دير له تجمع العائلي. هو يعني ماشي بحال غادي تجيب يعني الدراري ضاربين عام ولا عامين، يعني كاين واحد شويه ديال التسهيلات وكيكون داكشي صحيح. لا عندك النومينات، عندك كونطرادو ديال الدار، عندك الدار يعني كتوفر الشروط اللي كيطلبوا فيها، وعندك النومينات ديالك يعني
الوقت كيطول ما بين يعني شهر ونص حتى ل3 شهور الماكسيموم. ومن طبيعة الحال كيكونوا الأوراق ديال 5 سنوات سواء الزوج ولا الزوجة. يعني هذه باش كتكون الأمور يعني سهلة. ممكن لك تسايب الورق ديال عام ولا عامين، ممكن لك تدفع، ولكن كيكون يعني ديال 5 سنين يعني بزاف ديال الحوايج كيكوبريو. لا عندك النومينات كتجمع الملف، الكونطرادو ديال الدار، يعني الدار تكون فيها الا كان يعني يلاه دري عندك يكونوا فيها جوج ديال البيوت، بطبيعة الحال تكون الدار يعني الوريقات ديالها ناضية سواء شاري ولا كاري. كتجمع النومينات ديالك، فوتوكوبيا ديال الباسابورتي ديال الزيادة، بطبيعة الحال خصك تصوب ليها الباسبور وغادي تدفع ليها وغادي يجاوبوك. منا غادي تجينا تعدل الأوراق ديالها، هادي ساهلة. يعني كاين واحد شوية ديال الإجراءات في المغرب وهنايا، ولكن من بعد ملي كتجيب الدريه ولا الدري كتكون الامور يعني ساهله، يعني كتجي بالورق ديالها، يعني كتجي كتمشي كتبصم. هذه قانونيه وزوينه. المرحله الثانيه اللي هي سهله بزاف بالنسبه للناس اللي مزروبين، سهله، ولكن شنو هو المشكل من بعد هو المشكل. كتزيد عندك الزياده، كتمشي للقنصليه سواء يعني اللي قريب عليك، كتطلب ليها فيزا من المغرب، كتطلب لها فيزا من المغرب، غادي يعطيوك الفيزا وغادي تجيب البنت ولا الولد غادي تجيبها معاك بطبيعة الحال بدون ما تدفع التجمع العائلي، يعني بدون ما تدفع داك جروباسيون فامي بلا ما تدفعو. فين كاين المشكل؟ غادي يعطيوك الفيزا وغادي تجي اسبانيا، ولكن مني غادي تجي يعني الدريه ولا الدري ما عندكش الحق دير له الورق حتى يوصل عامين. بزاف ديال الاخوان غايقول لك لا راه هادي، ولكن هاد الكلمه خارجه من فم المحامين. يعني جلسنا مباشره كنا كنهضروا لان الظروف طايحين فيها حاليا، يعني ماشي غير كنسمعوا هذا الشيء، هذا راه عايشينه بلا ما نجبد الملف. الامور بالنسبه للفيزا كما قلنا سهله. بالنسبه للفيزا كما قلنا سهله، ولكن من بعد هنا يعني خصك تضرب عامين، اللهم ندفع تجمع ونرتاح وتجي هنا البنيت ولا الوليد يعني بالوريقات ديالو المسائل يعني قانونيه. واخا يعني كيطلب شويه ديال الوقت، ولكن ما كاينش شي حل واحد اخر. بزاف ديال الاخوان كيديروا شي حوايج يعني مختلفين على القانون، ولكن هذاك بزاف لان كنعرفوهم بزاف ديال الناس كيجيبوهم بطريقه اخرى، ولكن داكشي ماشي في مصلحه لا ديال الزوج ولا ديال الزوجه ولا ديال البنيه ولا ديال الدري، يعني ماشي في مصلحه، لان ممكن لان وقعت ممكن لك تجيبو، ولكن باش تضرب واحد 200 ولا 300 كيلومتر وتصل من ديال طنجه ويوقع ما يوقع اسمحوا لي ويوقع ما وقع، يعني كتولي تعاب، هو ما عنده ما يوقع ولكن غير داك التماره. المهم اخوتي ما غادي كما قلت لكم ما غادي نطولش عليكم، ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو، نتمنى من الله نكونوا كنوصلوا شي حاجه اللي استافد منها المهاجر. وتحياتي للمتبعين الجداد والقدام، وتحياتي للجاليه المسلمه في انحاء العالم، احبكم في الله. خوتي ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم، وشكرا على المجهودات يعني اللي تقتوا فينا، شكرا لكم بزاف. يعني حنا دائما كنقلبوا على شي حاجه اللي استافد منها المهاجر. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون واحد اللايف مباشر، ما المهم حتى بعد غادي نخلي في الوصف اش من نهار غادي نديرو على شهاده السكنه. بزاف ديال الاخوان خرجوا كيهضروا على شهاده السكنه بواحد الطريقه غير قانونيه وما كايناش. المهم من بعد هذا مش موضوعنا. المهم اخوتي تحياتي لكم والسلام عليكم.